عباد الله وخلق الله هذا هو أعظم الفروقات. هو فقط لو قلنا أنهم مخلوقين لله عباد لله، فإذا كل علم وكل قدرة مهما عظمت ومهما عظم ذلك العلم ومهما عظمت الكمالات والجمال اللي لدى أهل البيت فهو مستسقات من الله عز وجل، فهو فيض من الله. فكيف إن الله عز وجل علمه نفس علم أهل البيت، كيف نفس علم الله؟ هذا ما لا يصح ولا يفكر فيه عاقل. نعم، أنا لما شاهدت المقطع راجعت المحاضرة، هناك سبق لسان، هناك كان تعبير توهم، مو نوع من التوهم أن أنا واقعا مو هذا اعتقادي، ولكن نوع سبق أو تعبيرنا عبارة خرجت ما كانت مقصودة. أنا أشهد الله وأشهد رسله وأنبياءه والأئمة المعصومين عليهم السلام أن عقيدتي ليس بهذه الصورة التي قطعت في هذا المقطع. عقيدتي أن الله عز وجل هو الذي أفاض العلم على أهل البيت. علم أهل البيت محدود، علم الله ليس بمحدود. يا حاد في بعض أدعيتنا يا حاد كل محدود، وهو ليس بمحدود. الله حاد محمد وآل محمد مخلوقين لله، فعلمهم مهما عظم فيه دلالة على عظمة الله، وإنهم ماذا استلموه وهو أفاض له. فعلم الله أبدي أزلي دائم غير محدود على الإطلاق. أما علم أهل البيت مخلوق مع خلقتهم، هذا قدرة الله عز وجل لا منتهى ولا حد ولا نهاية له. أما قدرة أهل البيت لها حدود الخلقة وما إلى ذلك من التعابير. في